ازيك يا عمرو؟ عامل ايه يا عمرو؟ ايه الاخبار؟ زي الفل. عمرو فارس حماد ابن استاذنا الكبير فارس حماد. حبيبي اهلا بيك. اهلا بيك يا عمرو. عمرو انت مسكت بوزيشنات كتير قوي على مدار تاريخك، احكي لي عنها. طيب انا اصغر مصور صحفي على مستوى الشرق الاوسط. اشتغل في مجال الصحافه، اشتغلت في مجال الصحافه وانا عندي 12 سنه. البدايه بدات من مجله الكواكب، وبعد كده مع الدكتور هاني سرحان، وبعد كده مع مجموعه مجلات عربيه كتيره جدا وجرايد ومجلات لبنانيه ومجلات في مصر. حاليا انا البوزيشن بتاعي مصور صحفي ورئيس قسم التصوير بمؤسسه الدار الرئاسيه الصحفيه. دي المؤسسه اللي انا بدات فيها كشغل، دي اللي بيطلع منها كواكب وحواء ومصور مجله سمير. ده المكان اللي انا اتربيت فيه يعني، وحبيت ان انا اكمل فيه. بلس ان انا المراسل الرسمي محافظه البحر الاحمر وبوابه دار الهلال، ومعايا بوزيشن تاني مدير تحرير في مؤسسه دار الهلال. عمرو انت تعتبر من المصورين القليلين اللي اشتغلوا نيجاتيف. انا بدات كان عندك كام سنه ساعتها؟ سنه 90. كان عندي كام سنه؟ مش مهم، سنه 90. كان عندك كام سنه؟ 22. كان عندي كام سنه دلوقتي ولا لا ساعتها سنه 90 كان عندي 10 سنين. ده كان اول. انت كده فضحتني يا عم. مش عارف سنك يا عمرو، انت لسه شباب. انا لسه 22 سنه. كنت ساعتها لسه بتحاول انك تتعلم التصوير. لا سنه 90 كنت بمارس التصوير. كنت ممارس. كنت ممارس على مستوى بروفيشنال. على مستوى بروفيشنال. خلاص كنت بشتغل بالفعل. امال اول مره مسكت كاميرا كان عندك كام كان سنه؟ عندي 7 سنين. بس كنت بصور حاجات بقى في العيله يعني، لكن كمصور محترف بكاميرا كبيره وافهم يعني ايه نيجاتيف والتحميض والالوان والحاجات دي كلها كان عندي 10 سنين. استاذنا فارس حماد علمك؟ بص، وانا في البدايه انا حبيت اعلم نفسي بنفسي ومن وراه. لان كان عندي قناعه، مش عايز اقول لك عشان خاطر باباه مصور فهو اشتغل نفس مجال باباه، فانا لا، انا ما بحبش ده. انا بحب الفن عامه كمجمل، لان انا ما اشتغلتش بس كمصور، انا في حاجات كتير عملتها غير التصوير. اشتغلت ممثل، اشتغلت مدير اعلانات، وليا حاجات اتذاعت كتيره. كتصوير عندي 10 سنين بقى كنت بقى خلاص بصور رسمي. انت كنت حكيت لي انك ساعه ما قفشك. وقفش ان الكاميرا اتلعب فيها، وبعدين لما دي حب بقى يقفشني صح، هو نزل عمل نفسه ان هو مروح ورجع. فلا ده واتصل بالمعنى وعرف ان انا كل يوم بودي افلام بطبعها. عمل ايه؟ هو ما عملش، هو انبسط، بس قال لي طب ليه؟ طب ما تجيلي يعني، انت اولى يعني، ما انا بعلم الغريب، ما تعالى وقول لي واقول لك ازاي تعمل ده. قلت له لا خالص، انا حبيت اجرب بس. بعدها اداني يعني سنه الثقه في نفسي. كنت خلاص بقى بدات امارس، وبدا يشوف شغلي وبدا يعلق على مثلا لو في حاجه مش عاجباه، او يقول لي لا ده يتعمل كذا ده يتعمل كذا. استنى انك ابن فارس حماد ده ساعدك في دخول المجال الفني؟ بص والله ما كنتش بقول برضه، بس انا يعني حبيت اصنع حاجه كده لوحدي. بس المشكله ان هم كلهم اصحابنا، فكلهم كانوا بيجوا عندنا البيت او بيجوا المكتب، فكلهم عارفيني. بس في اغلب الوقت الناس اللي ما تعرفوش بره ما كنتش بقول لك. اسمي عمرو فارس. ممكن يبقى تشابه اسماء. ساعدني في الشغل، ساعدني في حاجات كتير، وده فخر ليا طبعا. عمرو خلال رحلتك في التصوير ايه الجوائز اللي خدتها؟ الجوائز اللي خدتها تكريمات؟ لا في تكريمات كتير خدتها. اهمهم؟ لا اهمهم عندي درع انا بحتفظ بيه، ده كان من لوريال وبرجوار فرنسا. ولا لا؟ انت عارف انك هتقول لي كده. لا ده اهم درع انا خدته معايا. ده الوحيد اللي انت محتفظ بيه؟ ده فعلا ده الدرع الوحيد اللي محتفظ بيه عندي. عمرو انت كان عندك وكاله اعلانيه في فرنسا. ما زالت موجوده. ما زالت؟ بص انا شغل الفن كله انا بحبه. انا اشتغلت ممثل، اشتغلت مدير اعلانات. جايين يا باشا. لا انا عشت جايين الكلام ده انت اشهر واحد عمل برامج فضايح. لا مقالب. مقالب. تيجي نتكلم فيه في البرامج. البرامج انا بحبها، انا بحب اصلا اعمل مقالب صحابي، وما حد يلبس اصحابه على فكره. وتجري. لازم اجري، لان كنت هتضرب كتير، والحمد لله انا بس يعني اول ما احس بالغدر بطير. عملت حكم على المزاوله، عملت مراسفورتا،
عملت جاسوس، عملت سكة شمال، عملت المافيا، عملت شفط دهون. السنة اللي فاتت كان بيتذاع لي فلفل شطة ومرة فرط الجزء التاني. اكتر ضيف خفت منه؟ لا، في كل برنامج ليه حالة، في كل برنامج كان ليه مقالب. يعني مثلا لو اتكلمنا في حكم بعد المزاولة، فعندي حلقتين دول انا لن انساهم في حياتي كلها، حلقة ايمن قنديل وحلقة رحاب الجمل. الحلقتين بالنسبة لي، ايمن قنديل اللي كان هيقتلكوا اساسا. ايمن قنديل اكتشفنا ايمن بيمشي بسلاح، ولما خدت بالي حبيت اخد منه الطبنجه وخدتها بالفعل، خدت منه الخزنه، واكتشفت بعد كده ايه ده ساعات بيبقى فيه طلقه في الماسوره. دي كانت كارثه ان ايمن ضرب المذيعه وقتها وحط ايده على جنب، فانا دخلت له. ايمن حتى يعني ما زقني وكان يمد ايده عليا، بقول له ده مقلب، ده مقلب. وده موجود في الحلقه على فكره، يعني انا بقوله ده موجود. رحاب عملت معاك ايه؟ لا، رحاب بقى ده كان قصه ثانيه خالص. رحاب ده عشان اقنعها اصلا تروح برنامج، ده كان بالنسبه لي كان موضوع صعب شويه، بس الحمد لله انا مقنع وعرفت اقنعه. رحاب ضربت الجرد، وفي حاجات اتشالت من المونتاج قلت لهم شيلوها، مش هينفع. انا رحاب اختي وعشره عمري، وعشان نروح البرنامج ده كان كل شويه اقول لها في برنامج، تقول لي انت مصر ليه على البرنامج ده؟ قلت لها يعني لظروف ما، حاجه للبلد والسياحه رحاب مش من السهل ان هي تروح حاجه لما تبقى مقتنعه. فالحمد لله عشان اختي عرفت اقنعها. عمر، انت معروف عنك انك انت الصندوق الاسود للوسط الفني بالكامل. طب ليه؟ مكتبة صور نادرة سواء منك او من والدك الله يرحمه. احكي لنا عن المكتبة دي. المكتبه دي فيها حاجات مش هتلاقيها عند حد. انا عندي حاجات حصر، عندي حاجات حصر كتيره قوي. كل الحاجات ديت نيجاتيف مش صور بس؟ نيجاتيف يا باشا، من الاصل موجود. الاصل انا المفروض عندي لسه حاجات موجود. فنانين وعندي حاجات رجاله اعمال، مش فنانين بس. فلا، عندي نوادر، عندي ارشيف يخد، وده الفتره الجايه هشتغل عليه. هشتغل عليه كتاب وهشتغل عليه برنامج، لان الحاجه اللي عندي اعتقد تستحق. يعني عندي حاجات اكيد طبعا. من سنه 70. ايه اكتر حد اثر فيك خلال مشوارك او اتأثرت بيه كمصورين؟ لا، ابويا. ابويا الله يرحمه طبعا، اثر فيا جامد طبعا. مفتقده؟ طبعا، طبعا لازم افتكر. كان بيفرح لنجاحي. انا فاكر اول برنامج عملته مقلب، قال لي شابوه، يعني لا عامل حاجه حلوه. اي نعم. اتشتمت في الحلقه، وهو اتشتم في الحلقه، اللي كانت الناس بتسب لي انا او بتشتمني انا، بس هو كان فرحان بالنجاح ده. هل الوسط الفني افتقده؟ بص، انا ما انساش يوم ما فات ابويا. انا في ناس كلمتني يوم الوفاه، وفي ناس الحساب متأجل لناس معينة، يعني اديهم حساب بس متأجل لازم أجله. لكن لا، في ناس أنا ما انساهاش، يعني الدكتور يحيى الفخراني، الحاج الجامع كريم عبد العزيز، لا في ناس في نفس اللحظة كانوا بيكلموني في وقتها. فتمام، كله جاي. وصلت اللي انت عايزه ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها وصلت اللي أنا عايزه، أنا كل يوم عايز الجديد. يعني سقف طموحي عالي، أنا كل يوم بتعلم على فكرة، وكل يوم بذاكر بعمل حاجات كتيرة يعني. مفيش حاجة اسمها وصلت اللي أنت عايزه، مفيش مصور اسمها وصل اللي هو عايزه. أصل هو مش دراسة فأنت خلصت الثانوية فأنا هخش كلية، لا. الفن ده بلا نهاية، أنت كل يوم بتتعلم، كل يوم في جديد، كل يوم لازم تكون مطور من نفسك. حاجات كتيرة طبعا لسه. عمرو، اللي اعرفه انك دخلت مجال التمثيل بالصدفة. احكي لي عنها. لا، مجال التمثيل ده حدوتة يعني. البداية، بص، هو أنا بدأت كموديل إعلانات وعملت كذا إعلان لكذا حاجة. موضوع التمثيل ده بقى، كنت أول مرة رايح أصور مدحت صالح، كان في استوديو اسمه استوديو الجيب، في قصر النيل، عند كوبري قصر النيل. فدخلت فلقيتهم قاعدين كده، قال لك ده في واحد جاي يعمل دور مع استاذ مدحت واتاخر. لقيت مدحت قال لي يا عمرو، قلت له ايه؟
قال لي ما تعمل انت الدور. قلت له دور ايه يا عم؟ انا جاي اصورك، انا جاي اصورك وماشي في ايه. قال لي والله ماشي. فالمهم دخلت عملت الدور وطلع باسمي على فكره فيه. هو دور المفروض واحد جاي شهر عقاري بيخلص ورق، فطالع فيه باسمي بشخصيتي. فحتى يومها نزل لي اخبار في المجلات، دخل الاستوديو مصورا خرج ممثلا. دي كانت بدايه. اول بقى مسلسل طويل ده كان اسمه فارس الرومانسيه. ده كان بطوله محمد رياض، رانيا فريد شوقي، نهال عنبر، احمد شاكر عبد اللطيف، ورانيا يوسف. انا كنت طالع في ابن اخو محمد رياض، ابن احمد شاكر ومامتي رانيا يوسف. فده من المسلسلات اللي انا بحبها. وعملت بعدها 3 مسلسلات. جيت في 2014 كنت بنتج فيلم اسمه بورتريه. ده كان كله مجموعه شباب وعملناه الحمد لله. ده كان انتاجي وتمثيلي وبعته في النص. وما فكرتش تنتج تاني؟ لا، انا بعت الفيلم تالت يوم تصوير. عمرو، بعيدا عن بقى المجال الفني والإعلانات والممثلين، تعالى نتكلم عن عمرو كمصور. إيه رأيك في اللي بيحصل اليومين دول في وسط المصورين عموما على كل المجالات، سواء فنيا أو رياضيا أو أي مجال تصوير؟ لا هو بص اقول لك على حاجه. هو طبعا الزمن اختلف عن الزمن. طبعا الفرق ما بين النيجاتيف والديجيتال، الدنيا النهارده اتطورت. عدد المصورين كتر كتير جدا. آه بص، وانا برضو مش متابع دلوقتي تصوير الايفنتات والكلام ده كله. انا مركز في اللي انا ماشي فيه. هل أنت مع إن المصور يبقى متخصص في نوع معين من التصوير، اه طبعا. ولا إنه يبقى جنرال؟ لا لا لا. بص اصل هو بالنسبه لي التصوير ده ارتياح نفسي وحاجه انت بتحبها. زي انا ما ينفعش اكلك اكله انت ما بتحبهاش. اه ممكن تكون بتدوق نفس الاكل وعارف طعمه، بس انت بتحب حاجه معينه. فالتصوير هو انا بحب التخصص. يعني انا راجل بتاع بورتريه، انا بحب اعمل سيشن. بستمتع فيه. بعرف اصور حاجات تانية بصور، بس انا بحب ده فميال لده اكتر، فبذاكر فيه اكتر، فببدع فيه اكتر. فلا انا مع التخصصات. طب وإيه يعني رأيك؟ ايه، اعرف كل حاجه في المجال في مجال التصوير وتكون بتعرف تشتغلها. بس طالما بتحب حاجه معينه هتنجح. طب إيه رأيك؟ ديجيتال ولا نيجاتيف؟ بس انا بحب النيجاتيف والديجيتال. بص، ما الديجيتال ليه مميزات طبعا وده ليه مميزات. النيجاتيف انت زمان ما كانش في حاجه اسمها صور صوره فهتفرج عليها فهي ان فوكس ولا اوت فوكس. لا الاضاءه مظبوطه، لا بصوره غمض ما غمضش. مش في الكلام ده في النيجاتيف. انت لو مش مصور شاطر الفيلم راح في داهيه. هتحرق الفيلم كله. شكرا. فانت كانت عينيك هي كل حاجه، انت شايف كل حاجه، أنت حاسس كل كنت حاجه. بتطلع بكام صورة في الفيلم؟ بطلع أو بكام صوره؟ بتهدر كام صورة؟ بحضر كام صوره؟ والله العظيم في حاجات ما بحضرش وفي حاجات ممكن يبقى صوره. لا ايام النيجاتيف لا الدنيا كانت مختلفه. وانا بشتغل بالديجيتال بطريقه النيجاتيف على فكره، بالاحساس. مفيش حاجه اسمها ان انا ابص خلاص انا ظابط اضاءتي ظابط دنيتي شايف الشخصيه. آه انت بتحس اللي قدامك. النهارده انت بالديجيتال اي حد ماسك كاميرا تيك عمرو مغمض هوب دخله على فوتوشوب، فتح له عينيه غير له ملامحه. انت بوظت الصوره اصلا. يبقى انت صورته ليه؟ لما إحنا ترسمه احسن. رايحين في اتجاه تاني دلوقتي، الاي اي اه طبعا. ده هيلغي وجودنا اساسا. ده هيلغي كل حاجه. فهي بس الفكره لا اللي اشتغل نيجاتيف ده متعه. عارف متعه كده. انت مصور بجد لانك انت مش شايف. يعني انت عينيك هي اللي شايفه، احساسك هو اللي شايف كل حاجه. يعني انت اللي متحكم. لكن انت النهارده بالديجيتال مش في ناس ماسكه موبايلات بتصور. لو انت النهارده بتصور حد وطلع مغمض عينيه هتعمل ايه؟ لو انت شفتها في ساعتها هتعيدها له. في النيجاتيف بقى هتشوفها فين ان شاء الله؟ مفيش. وايه رايك في تصوير الموبايل دلوقتي او آه مصورين الموبايل؟ بص هو من ضمن التكنولوجي على فكره. انا ساعات بصور بموبايل لما بتزنق على فكره. لسه شنك كتير أنا بعملها بالموبايل. ما انا جاي لك في الحته دي. بعمل ما ده انا بجيب رجلك. قول لي لا السيشن والله. ده بقى اللي صورته بالموبايل. والله بعمل بالموبايل. لا عملت كذا حاجه بالموبايل. في شغل كتير من اللي في الغردقه انا عامله بالموبايل. عمرو، انت دايما بتحب تثير الجدل، وخصوصا في الفالنتاين. بص تخصص. الحمد لله دي كده السنه السادسه ترند انا وميرنا وليد في الفالنتين. انا كل سنه الحمد لله بنعمل فكره. والفكره معايا انا وميرنا مختلفه. ان احنا بنحدد التصوير يوم 13 اللي هو صباح الفالنتين. فتلاقينا بنصور 13
نخلص ونعمل الصور وننزل 13 بالليل. اللي هو اصلا اللي بيفكر ينزل بفلانتاين بينزل يا بعد 12 بالليل يا بينزل الصبح بدري، بيبقى انا خلصت وحرقت الدنيا. وكل فكره بتيجي في وقتها يعني، وكل فكره مختلفه عن الثانيه الحمد لله، وكلهم طلعوا ترندات. زي البحر. لا ده اول سيشن ده يا لهوي ده كان مسخره يعني. لا ده بص، السيشن ده انا بعشقه على فكره، بعشقه بكواليسه باللي حصل فيه باثاره الجدل فيه. وسبحان الله كان مسمع في مصر كلها لدرجه ان في برامج استضافوا ميرنا، وانا اتشتمت في السيشن ده على فكره. عمرو انت من المصور الوحيد، مش مفيش حد زيك. الصورة تطلع تتبعت للكلاينت وهو واقف. اه دي حقيقه. عشان كده بقول لك حتى في سيشنات ميرنا كنا بنروح نصور يوم 13 الصبح. يا دوبك اول ما نرجع من المكان اللي احنا كنا بنصور فيه وتفر بقى في القاهره في سفر، ان احنا كل فكره في محافظه او كل فكره في مكانها على حسب الفكره اللي احنا عاملينها. برجع بكون استلمت الصور بعدها بنص ساعه من الرجوع. يا دوبك الصوره تنزل، اذا كان في حاجه هتظبط كلون او حاجه بسيطه تحط عليها اللوجو وشكرا. مفيش ريتاتش اصلا. عمرو وانا بنكش وراك كده مم. عرفت انك كنت مرة هتتحبس او هتتشد. لا كنت هتشد بس مش حبس، لا لا الحمد لله مفيش الكلام ده. لا كنت بصور شخصيه. كنا في مؤتمر وفجاه انا وانا خرجت اشرب سيجاره، فطلع المكان اللي انا خرجت منه انا فجاه واقف لوحدي، فلقيت شخصيه مهمه داخله، فبصور فجاه لقيت نفسي اخدت. اللي هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جيت هنا ازاي اصلا؟ وصلت الحتة دي ازاي؟ والله ما اعرف. انا بقول لك بدور على باب اخرج اشرب منه سيجاره، وده طلع الباب الشخصيه المهمه دي هتخش منه. عمرو انت في صورة صورتها في توقيت صح وكل وكالات الانباء خدتها منك يوميها. اه ده كان في مؤتمر ارب جولف في 2005، ده كان في السعوديه في الرياض. المؤتمر ده كان حضره كل رؤساء دول العالم، ويوميها الرئيس الوحيد اللي لم يحضر المؤتمر كان معمر القذافي في ليبيا. فانا خدت المكان فاضي، يعني صورت بارتيشن فاضي. مفيش مصور تاني جت في دماغه اللقطة هو دي؟ بص، هي الفكره ان انت كان معاك تايم جوه القاعه لازم تصور فيه وبعد كده تخرج، او بتقف في مكان المصورين، فالتايم كله كان ربع ساعه. في ربع ساعه دي انت متاح ليك تعمل كل حاجه جوه، انت معاك الحريه المطلقه. فانا لحقت المكان فاضي ده، فاللي هو شد انتباهي اشمعنى ده اللي فاضي، وكملت بقيت كانت سرعة صور. بديهة حلوة منك دي. انا على فكره لسه محتفظ بالارشيف ده. وده بص، هو انا السياسه انا ما بشتغلش السياسه، بس هو انا هناك اشتغلت كل حاجه، اشتغلت رياضه واشتغلت السياسه. فانا لسه محتفظ بالارشيف ده عندي، المؤتمر بالكامل عندي. ما صورتش اي حاجة في الرياضة؟ صورت هناك. لا في مصر. في مصر كان ليا ماتش مصر والجزائر في السودان. عرفت ان انا بنكش وراك صح. لا والله. بص، ايوه ايوه احكي. احنا جينا في دار الهلال، قال لك ايه مين هيسافر الماتش؟ فكان رئيس قسم التصوير اللي قبلي كان موجود، مش اللي قبل اللي قبل كمان يعني، هو ما زال معايا موجود في القسم معايا. فقال لي عمرو هسافر انا وانت. تسافر إيه يا عم؟ قال لي هتروح السودان. قلت له انا يا عم ماليش في جو الكوره. قال لي لا ما هو انت لازم تطلع. فقررنا نطلع معاهم بقى السودان. سافرنا من هنا الصبح، وصلنا دخلنا السفاره وكان معانا مجموعه من الفنانين. تمام. المهم ايه، شاء القدر ان انا خلصت التصريح بتاع الملعب بتاعي بسرعه جدا، وركبت الباص اللي فيه الفنانين، ووصلت الاستاد بدري. حتى الزميل اللي كان معايا هو ما دخلش على فكره. انا لحقت خلاص تصريحي ودخلت بدري. فصورت الماتش كله بقى باللي حصل كله. وجينا بقى في الرجوع، انا خدتها من الاستاد لحد السفاره المصريه مشي، ومشي بقى اللي هو كاميرتي مستخبيه لان الضرب اللي كان حاصل، لحد ما وصلت المطار ورجعت مصر. الحمد لله عدت على خير. بس كانت تجربه حلوه بالنسبه لي. انا بحب المغامرات عامه، يعني انا من الناس اللي بتغامر وما قلبها ميت في الموضوع ده. ايه الموقف اللي كنت بتصور فيه وما قدرتش تمسك نفسك وبكيت؟ اه ده كان ده في جنازتين. جنازه الفنان سعاد حسني واحمد زكي. كانوا اصدقاء على و المستوى الشخصي؟ لا اشتغلت معاهم وكانوا اصحاب. بص انا ما فيش حد الحمد لله مش صاحبي. بس انا جات لي رهبه من الجنازه من عدد الناس. برضه من الجنازه بقى اللي ما رضيتش امسك فيها كاميرا وما رضيتش اصور كان الله يرحمه علاء ولي. لان كان صاحبك قوي. والمشكله وكان ليكم مغامرات كبيرة. انا مصور علاء. مصور تسجيل اغاني الفيلم عربي تعريفه قبل علاء ما يطلع البرازيل.
هم كانوا سجلوا الاغاني، طلعوا البرازيل، رجعوا من البرازيل، رجعوا اسكندريه، عملوا الحفله بتاعه الفيلم وكانوا بيكملوا المشاهد، ورحت له اسكندريه انا وزميل ليا. وده اليوم ده انا ما انساهوش ابدا، لان معايا زميلي طارق شحاته. سافرنا اسكندريه، فقررنا ان احنا نسافر بالليل، الحفله كانت هتبقى تاني يوم الساعه 8. قلت له طارق احنا كده كده ايه، هتيجي نسافر بالليل ونبيت في اسكندريه وننبسط، ونبقى اول ناس هناك من بدري، نخلص شغلنا بدري قبل الاتوبيس بتاع الصحفيين ما يجي. وبالفعل وصلنا اسكندريه، كلمنا كابتن احمد الكاس، هو صديق لينا، ورحنا اتعشينا سوا، خلصنا، ورحت انا وطارق. فطارق قال لي نعمل ايه، قلت له بص في فندق كده هنطلع نبيت فيه او ندور على اي مكان. المهم وصلنا الفندق اسمه بدون ذكر اسامي يعني، المهم الفندق ده فيه عفاريت. انا طلعت انا وطارق، بعد ما خدنا الاوضه انا شايف النور بيولع ويطفي. بقول له طارق هو النور بيولع؟ يقول لي انا فاكرك انت. اقول له يا عم انا فاكرك انت اللي بتعمل. اكتشفنا فعلا الفندق ملبوس. انا اليوم ده نزلنا نمنا في العربيه، فضلت ندور على العربيه، مشغل تكييف العربيه وعلى البحر ونمنا. وصلنا الصبح عند علاء، وكان شريف منير وحنان ترك. صورنا قبل ما الصحفيين ما يجوا، خلصنا كل الشغل اللي احنا عايزينه. كان واقف على حاجه واحده بس، صوره التورتايه لما جم الصحفيين، كنت خدتها ولميت حاجتي ورجعنا القاهره. صحينا طبعا، كان في العيد، على وفاه علاء ولي الدين ده. ما قدرتش ان انا طبعا اصور، ما كانش ينفع. عمرو قليل من الناس اللي يعرف انك صورت استاذنا الكبير فريد شوقي. ده كان اول حد، وكان احكي اول لي، حاجه. بص هو بص، احكي لي على رغبتك وانت داخل عليه. هي الرهبه بالنسبه، بص هي الرهبه بعد كده اتكسرت، بس هي الرهبه اللي هو انت داخل عند نجم كبير، وانا عيل صغير وداخل اصوره، فاللي هو ايه. قلت له بص حضرتك انت هتتفرج على الشغل وبعدين نشوف. انا بص الحمد كان لله انا عندك كنت كام سنه ساعتها؟ عندي 12 سنه. مصور 12 سنه وداخل لاستاذ فريد اه. شوقي اه. تقول له هصورك؟ ايوه. عادي. لا صورت ناس كتير على فكره. بص هي بص انا بحب المغامرات. طب انا مصور الله يرحمها امينه رزق، سعد اردش، ودخلت لهم برضو. ده امينه رزق كان عندي 14 سنه. نيجاتيف الكلام ده كله اه لسه عندك؟ نيجاتيف موجود على فكره، وفي حاجات فيهم على صفحتي، وفي حاجات الايام دي انا بعملها سكان. انا نازل بحاجات جامده الفتره الجايه، يعني هبدا اطلع الارشيف، هبدا اشتغل على كل حاجه في الارشيف. ايه اللي اللي نفسك محضره تعمله كتاب، ولسه ما عملتوش؟ اللي نفسي اعمله ولسه ما عملتوش. مم. والله ما فيش، انا كل يوم بتجيلي فكره، كل فكره بتجيلي جديده بعملها. ما عنديش حاجه نفسي اعملها. لا عايز يكتبي برنامج بالتاريخ اللي عندي. فكرتش تعمل معرض؟ لا ليه؟ الحاجه اللي عندي، بص انا اتعرض على احد القنوات الكبيره ان هي تعمل لي برنامج، واختلفنا ورفضت العرض بتاعهم في الاخر. لا الحاجه اللي عندي لا، انا عايز اوثقها كتاب او برنامج كامل متكامل عن الارشيف ده، لان الارشيف اللي عندي هو مش مجرد صور، لا ده صور بحكاويها، الحكايه عندي. انت بعيدا عن انك موثق تاريخ الفني المصري بالكامل، انت موثق تاريخ دول تانية كمان. عندي ارشيف سياسي، عندي ارشيف سياسي كبير كمان. بس الفني اكتر من السياسي. يعني انا عندي السياسي ده عملته في مدار سنتين، لان اتاحت لي الفرصه وانا في السعوديه ان انا اصور رؤساء دول كتير. لكن الفن لا، عندي بقى بتاع ابويا الله يرحمه محدش عرض وبتاع. عليك ان هو يشتري الارشيف ده؟ والله جم، ان انا عندي حاجات نادره، يعني في عروض بتتعمل، وفي حاجات، في وكالات كانت بتاخد مني بعض الحاجات. ما ببيعش اصلا خالص، ببيع كوبي. كان عندي وكاله في السويد كانت بتشتري مني، وكان عندي وكاله في لندن كانت بتشتري مني. الفنانين اللي هم عايزاه بيكلموني وبيتعاقدوا معايا وببعت لهم السعر. ايه اللي ما خلاكش تكمل مسيرتك المهنيه بره مصر، مع آه انك من اقوى الناس اللي اشتغلت في المجال الفني، واوريدي عندك ايجنسي في فرنسا؟ بص بره، انا بحب هنا، انا مصري. وبتعامل برضه، ما انا بعمل حاجات لبره، بس عندي ولاء لهنا، بحب بلدي، فلا شغال هنا وهنا. عمرو نورتنا، واكيد لينا قعده تانية. اكيد، بس من غير القميص والنبي، عشان المخرج كان مصر ان أنا البس قميص. ماشي يا عم.